السلام عليكم. شنو هي الطريقة اللي درتي باش حليتي القرون؟ واخا اختي انا غادي نجاوبك. بالنسبه للطريقه اللي درت باش حليت القرون، درت سيليوسكوبي واستيروسكوبي افيك لاباراسكوبي. انا غادي نشرحهم لك. بالنسبه للسيليوسكوبي، هي كيديروا لك واحد تقيبه في البوط ديالك وجوج تقيبات في القرون من برا، يعني على كرشك، يعني اسفل السره واحد شويه، تقبع على اليمين تقبع على اليسار، وعاد التقبه اللي كيديروا في السره. بالنسبه لهذيك الثقبه اللي كيديروا في السره هي اللي كيدخلوا منها الكاميرا باش كيشوفوا شنو واقع في الرحم ديالك وفي القرون وفي داكشي. كيدخلوا الكاميرا من تما، وعلى اليمين كيدخلوا المنظار، وعلى اليسار كذلك، باش من تما كيحلوا كيسرحوا القرون. فوقاش كدار هاد العمليه؟ كدار مورات لي غيقل مباشره، ملي كتسالي من بعد نهار او يومين خاصها دار. هذا هو الوقت ديالها. شحال كتستغرق؟ من ساعه كتستغرق من ساعتين حتى ل3 ديال السوايع. بالنسبه للثمن ديالها في المغرب داير 10,000 درهم. هادشي اللي نتمنى نكون جاوبتكم. بالنسبه للسيليوسكوبي هي فتح الانابيب. استيروسكوبي هي كيقلبوا لك الوالده من الداخل، كيديروا واحد المنظار مخصص كيقلبوا به بطانه الرحم من الداخل كيفاش دايره، لا تكون فيها شي حاجه كتمنع الحمل لا قدر الله ولا شي حاجه. بالنسبه لاباراسكوبي هي تثقيب المبيض او دريلينغ اوفاريان كيف كيسميوه الاطباء. فكيديروه لك باش كتبقى عندك الخصوبه مزيانه، او يعني كيكون عندك المبيض متضخم مع كثره الهرمونات اللي كنتناولوا من اجل الحمل. فكيديروا هاد الطريقه هذه، كيتقبوا المبيض باش هكا شويه كيتنفس. هذه هي التجربه ديالي مع فتح الانابيب. كنتمنى نكون جاوبتك اختي على هذا السؤال ديالك. انا غادي نخليك التعليق ديالك باش تعرفي انني جاوبتك. تبقاو على خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.